يا اخوان ترى احنا اليوم بأمس الحاجة ان نحقق بتراث النبي حتى لا يسب، حتى لا يشتم. مو يوميا يطلع لي مؤسسة إعلامية ترسم كاريكاتير، أقول لك أنت تعتقد هذا الكاريكاتير الفرنسي اللي رسمه الرسام طلع من قلبه يعني من بنات أفكاره؟ افترى عن النبي؟ لا والله ما افترى، إنما رجع إلى كتب الصحاح السنية. كل هذا الفيلم المسيء للنبي، الرسوم الكاريكاتيرية، غيرها كلها لها أساس وين؟ ترجع للبخاري، المسلم، للترمذي، موجودة. المشكلة أنت بدل ما تطلع مظاهرة وتكسر وتأصل تهمة الإرهاب عليك، وهذا اللي يريد الغير، أنت تعال اضغط على علماء قل لهم نقحوا هذه الكتب، عيدوا كتابة السيرة والتاريخ. شنو معناته أنت يا السني تنقل رواية بأن النبي خطب عائشة عمرها 6 سنوات ودخل بها عمرها 9 سنوات؟ مو هذا كلامكم؟ طيب لما يجي رسام أجنبي يرسم كاريكاتير محمد صلى الله عليه وآله وحاط له طفلة بحضنه، مو هذا كاريكاتير لو لا؟ زين هو الرجل قد يكون تجاوز، بس هو تجاوز من بنات أفكاره. العلماء يقولوا هذا الرسام الكاريكاتير لما يكلفونه أن يرسم رسم يروح يقرأ عن صاحب القضة، فيما بعد يحول المعلومات شنو؟ تقولون بأنه النبي بالفيلم المسيء للنبي كان يحضر مجالس طرام، برجع للبخاري ومسلم وغيره. مو انتم تقولون عن عائشة تنقل بأن النبي كان ياخذني ويروح الحفلات مختلطة؟ تعال ارجع للكتب قل لهم هذه روايات مسيئة. تدري يوم هواي من اخواننا صلوا على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فكثير من الروايات اللي موجودة في كتب اخواننا السنة ولا ينزعج البعض ولا يشنج، لأنه احنا المفروض عندنا النبي أهم شيء، مو البخاري، مو مسلم، مو سين أو صاد من الصحابة. شوية خل نستحي. تقول له هاي الرواية مسيئة، يقول لك إيه بس رواها البخاري، يعني البخاري شنو إله؟ تقول له هاي الرواية بها إساءة، يقول إيه نعم بها رائحة إساءة. طيب احذفها، يقول منقلها مسلم. أنت ايش تسوي أنت؟ يوم القيامة شفيعك مسلم لو النبي. تقول له هاي الروايات مسيئة للحضارة المحمدية، يقول معقولة مو نقلتها أمنا عائشة؟ سبحان الله، هي الرواية ما تليق بعائشة نفسها. يعني هذا الحديث مال رضاعة الكبير، والله يا أخوان فالشيء ترى مضحك مبكي، ما أعرف شلون مخلين الرواية. وإلا الرواية تقول مسلم يدق الباب على أم المؤمنين عائشة، مو تقول له روح ارضع وحدة من أخواتي خلي ترضعك على مود تصير حرمة. شنو الداعي؟ شنو الداعي؟ أنت أساسا أم المؤمنين وأمها وزوجاته شنو؟ أمهاتهم. مضمون الآية أنت أساسا أكو حرمة من خلال منطق الآية. رواية تقول هي كانت ترضعهم. طيب هو اللي يولد الحرمة الثدي لو الحليب؟ الحليب. هي امرأة عاقل ما مخلفة، يعني أتي حليب. ثم تعال اذهبوا إلى أختي فلانة فلترضعوها. زين يا أخوان هذا إذا نحوله إلى فيلم أو نحوله إلى كاريكاتير مقزز لو لا؟ يعني تصور واحد بالصحراء والحر لافح وياكل له حلانة مال تمر شاب وتقول له ايش تسوون انتم؟ يقول لك مو عائشة نقلتها. الرواية بحد ذاتها سب. يا ترى هسه منو اللي قاعد يسيء لعرض النبي؟ انا لو انتم؟ مو دائما العرعور ومشتقاته انتم الشيعة السب. يابا هو السب منين بدا؟ هسه هاي الرواية ما معقولة عائشة قالتها الا اذا كان واحد منكم كذبها خلى الغام طريق المسلمين. اما اذا كانت هي نقلتها الموضوع ياخذ بعد اخر. زوجة نبي انت. ولحد انا اتخطر احد علماء الوهابيه يقول اني بالبيت اجيب اقرباء بعض اصدقائي يردون على بيتي اخلي زوجتي ترضعهم. ليش؟ يقول حتى اوجد حرمه. يا الله، تصور بالمعنى وين وصل. مذيعه تسال واحد من ذولا اللي ابتليت بهم الامه الاسلاميه، تقول لها هسه انا مذيعه وعندي سايق وعندي خادم وعندي سفر شي، ذول شلون؟ قال لها رضعيهم.
جماعة ترى الدين إذا صار عصر معزلة. وحقك إذا أكو مدرسة تدافع عن النبي، مدرسة أهل البيت، والبقية ترى كلها بساقنعة. مسلمين السنة ملأوا الشوارع والساحات، ونعم يستاهل أبو الزهراء، بس تعال انت مو هذا الملف كل سنة ينثار. هالمرة رئيس فرنسا أثاره، سنة اللاخ وقبلها الدنمارك وغيره. تعال سد النهر من منبعه ولي. شنو هالروايات المقززة هذه؟ والمشكلة هم يعتقدون بها، يعني هاي إساءات لرسول الله لأن بها أذية.